ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هعلمك ازاي تعملي ليب كومبو لشفايفك بنفس المنتج اللي انت بترطبي بيه شفايفك. فمش عايزه اطول عليكم، يلا بينا مع بعض نبدا. دلوقتي طالعه لكم مش حاطه اي حاجه في شفايفي خالص علشان اوريكم الليب كومبو اللي احنا هنعمله سوا. طيب دلوقتي المرطب اللي انا برطب بيه اصلا شفايفي لسه متكلمه عنه في الفيديو اللي فات ده، هو زبده الكاكاو بتاعه تانكو دي. فهوريكي ازاي تعملي بيها احلى ليب كومبو في الدنيا. مش هتحتاجي غيرها، وهتحتاجي اي قلم ايلاينر تحديد، ايلاينر بتاع ليبستيك، يعني مش ايلاينر عين، اي قلم ايلاينر ليبستيك. وهتحددي خط الشفايف. انا طبعا لسه في باقي تحديد اهو، لان انا دايما ببقى عاملاه، فبالصدفه ان في باقي تحديد اهو ما اتمسحش لسه، فانا مش هعرف اعمل قدام الكاميرا. هحدد بس اللون، وانا كده ما عملتش اي حاجه بس غير ان انا حددت خط الشفايف بتاعي. بس حددت اللاينز بتاعت خط الشفايف بتاعي. التركايه هنا بقى، هناخد المرطب بتاعنا. انا بشرح على ده لان هو ده اللي انا بستخدمه الفوتو دي. هناخده كده. بصوا هو اصلا من جوه، لحظه واحده، بصوا من جوه عامل ازاي، عشان انا دايما بستخدمه لشفايفي. وهنعمل ايه؟ هنحط عادي كده اهو. بصوا احنا بنخلط اللون اللي تحت معاه، مش بنحط في النص بس، لا بناخد اللاين اللي احنا حاطينه وبنخلطه معاه كده اهو. بصوا هنعمل بقى، هنبدأ نعمل الاتنين على بعض كده اهو. بعد كده هتاخدي منديل صغير خالص وتمسحي اي زيادات. بصوا شايفين الحتة دي؟ لحظة اطلع لكم منديل عشان اشرح لكم كل حاجة عملي. استنوا، لا في منديل اهو. ايه المنديل؟ هنعمل ايه بقى؟ ادي شايفين البايظة دي؟ هنعملها كده اهو. الزيادات هتاخدي كل الزيادات اللي على الشفايف وتسيبي شفايفك. بصوا لحظة. ليب كومبو بمنتجين بس عملتي احسن وافضل ليب كومبو في الدنيا. مش حد هيشوفك، عايز اقول لكم ما فيش حد هيشوفك الا لما يسالك ان انت ازاي عامل ليب كومبو ده. وهتفرق بقى لدرجات كتير، يعني لو انت المرطب بتاعك لونه عادي البينك بتاعنا، لو انت بتستخدمي مرطب تاني للشفايف لونه درجة تانية، الليب كومبو بتاعك هيبقى شكله احسن، وهتبقى الدرجة بتاعته مختلفة اكتر. يمكن ده كمان درجته اغمق من كده، بس هو عشان في الاضاءة فظاهر ان هو فاتح كده. فانت كده عامله ليف كومبو، وفي نفس الوقت خارجه شفايفك شكلها حلو، وفي نفس الوقت بنرطبها بشكل مش طبيعي ومش مباشر. انا كده خلصت الفيديو، واشوفكم في فيديو تاني وجديد، ونعمل اي تريكات كده مع بعض. باي باي.